لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتيجة والفوز خطوة من أنا قلت اللعيبة في 12 نقطة، 4 ماتشات ب 12 نقطة، وعشان نأكد وصولنا كأس العالم غير كل ماتش نعديه، كل ماتش بنحسبه الماتش بماتش. احنا كنا مش شايفين غير اثيوبيا، بعد كده ان شاء الله نركز مع بوركينا هناك، ماتش مش سهل منافس، زائد ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله في صالحنا. وطبعا انا قلت الكلام قبل كده، مفيش حاجه سهله، المجموعات كلها صعبه، مفيش فرقه، ما اقدرش اقول على فرقه صغيره وفرقه كبيره في اي مجموعه، مفيش حد صغير ومفيش حد كبير دلوقتي. الكره ليها مقاييس تانية خالص. وطبعا اثيوبيا كان ممكن، عندهم القدره، عندهم امكانيات، لو احنا ما اشتغلناش عليهم صح، وان احنا حاولنا ان احنا كتير من الوقت الضغط اللي اتعمل عليهم زائد الاستحواذ بتاعنا. عندنا فرص كتير النهارده بعيد عن الجونين، حتى جونين جم بالفرص، يعني مش جم بالصدفه يعني. ف يمكن احنا النهارده كان في باد لك، يعني كان الفرص اللي جات لنا فرص كتير، ومع منتخب منظم عندهم مهاره الاساسيه الاستحواذ والباص، ولكن الحمد لله ان احنا حافظنا على الفوارق للنقاط. ان شاء الله زي ما قلت اللي جاي احسن ان شاء الله، وخاصه الماتش اللي جاي ماتش مهم جدا جدا، يعني خاصه ان المنافس اصر ان مباراته مع مصر تكون في بوركينا لان كل التصفيات كانت بيلعب تقريبا في المغرب، ولكن المؤسسات اللي عندهم بما فيهم رئيس الدوله عمل كل حاجه عشان يجيب المباراه دي تلعب في بوركينا، ولكن احنا جاهزين. وفي الاول وفي الاخر ان شاء الله منتخب مصر مش قليل وطموحنا كبير، وزي ما حضراتكم بذكركم احنا ما وصلناش كاس عالم غير 3 مرات للاسف، 34 90 18. ف ده قليل على الشعب المصري، قليل على الكره المصريه، قليل على الاجيال اللي فاتت واللي جايه. فلا بد ان احنا نكون متواجدين، بس مش بالكلام، بالاداء وبالروح وبالاصرار كل الامكانيات المتاحه اللي احنا نقدر نشتغل لها ان شاء الله. استاذنكم كل واحد سؤال وبشكل مباشر بعد اذنك. اتفضل. الحمد لله. لو هتكلم اول مباراه ان شاء الله انا لو مش هكسب انا شخص الحمد لله 19 نقطه من 7 ماتشات، ده ما حصلش، مبروك لينا كلنا. النهارده الحمد لله على المستوى الدفاعي 90 دقيقه ما فيش كره حقيقيه وممكن فرصه حقيقيه وصلت لنا، قدرنا نسجل كرة مصطفى محمد قرر بقى بطولات، بعد كده ابراهيم عادل برضه كان في فرصه كان ممكن يسجل منها. شايف الاداء ازاي؟ هل يعني ممكن بقى نستغل شويه الاداء ده قبل الماتش بكره، بس ان احنا انت عارف دايما التصفيات فيها مفاجآت، دايما قريبين من التاهل، ولكن كمان احنا صعدنا 3 مرات في 90 سنه تقريبا او اكثر من 90 سنه، فدايما كنا ممكن نبقى قريبين قوي من التاهل، لكن بنيجي في اللحظات الاخيره والموضوع يعني بيحصل اطلاق. مش ماتش بكره بس، الموضوع لو ما خرجناش من التعادل في ظل الاداء اللي احنا شفناه النهارده واكثر من كام كره ما تسجلش في النفس. شكرا اشرف. السؤال وصل. شكرا. اولا بشكرك والله يبارك فيك، وعايز اقول لك لو في اي منتخب او اي نادي لو ناقص منه واحد مهم تبقى مشكله وكارثه. يعني بنقعد نقول ان فلان متعور والمنتخب الفلاني او النادي الفلاني من ناقص واحد. احنا عندنا يعني مشاكل كتير حصلت. محمد عبد المنعم كان يعني لعيب مهم جدا، وقدرنا ان احنا نحاول نحل الموضوع ده بدخول الثاني لخالد صبحي وربيعه. رامي ربيعه ما لعبش غير ماتش واحد في ناديه، كان مصاب اصابه، قعد طول الفتره اللي فاتت من بعد ما اشترك في كاس العالم للانديه هناك مع نادي العين.
ما اتمرنش او ما لعبش ماتش غير قبل ما يجي المعسكر بيومين تقريبا. فكان برضو كان في ريسك طبعا ان هو كان مش فت، فالمكان ده كان فيه مشكله كبيره. مروان عطيه واخد انذارين زائد ان هو جاي من اصابه. اصريت ان هو يكون موجود في المجموعه عشان ان شاء الله ان هو يتمرن مع اللعيبه ويجهز بعد الاصابه، وفي نفس الوقت يكون متوفر ليا ان شاء الله للماتش اللي جاي ان شاء الله، لانه مهم جدا. في بعض الناس اللعيبه الجديده اللي دخلت زي عمرو جزار، مهند لاشين، الناس برضو في وجود دخلت جديده وانا كنت عندي ثقه فيهم، زائد عيد احمد عيد، زائد احمد محمود صابر، وزائد خالد صبحي، وكل المجموعه دي طبعا ابراهيم عادل. فانا كان عندي ثقه في كل اللعيبه الاختيارات، فكانت يعني في حاجات ايجابيه وفي حاجات اللي هي كانت ممكن تقلق اي جهاز بوجود الاصابات، ولعيبه مؤثره جدا يعني منعم ومروان، ولكن الحمد لله. الفرص اللي جت كتير زي ما حضرتك قلت، احنا او انا قلت في بدايه كلامي ان احنا الفرص بتاعتنا كتير على مدار الشوطين، قبل ما نجيب الجول الاولاني وبعد وفي الشوط الثاني، وزي ما انت قلت ابراهيم عادل على تريزيجيه على صلاح على مصطفى محمد، فرص كتير يعني الحمد لله. طالما في فرص كتير يبقى احنا بنشتغل صح، والاداء فيه جديه وفي زائد زي ما انت قلت. الحمد لله ما فيش اهداف حصلت الحمد لله. جيمي محمد جمال موقع الجول، مبروك يا كابتن. الحمد لله الله يبارك فيك. كنت هسألك سؤالين، السؤال الاولاني سؤال واحد بس، اختار واحد. لا سؤال واحد. حط السؤال في الاثنين بالظبط كده. خلاص انا النهارده في جول ده مصر، تقول له ايه؟ والسؤال بقى اللي انا هساله، هل ممكن نغير من طريقه الاعلان في المباراه اللي جايه؟ مباراه صعبه جدا، شكرا. خلاص السؤال وصل. المباراه صعبه في انت قلت هل صعبه طبعا، واحد صعبه. هل ممكن نغير من طريقه تلعب لعبه فيه وده بيسعد الشعب المصري، بس هل ممكن احنا نشوف؟ لو انت اتعودت معاه على الماتشات اللي فاتت، انا اثناء المباراه لعبت بطريقتين في الماتشات اللي فاتت، حتى في استاد القاهره، حتى بوركينا الماتش الاولاني هنا لعبنا، وبره في غينيا وفي سيراليون. فالحمد لله انا يمكن انا مش بخاف، وفي نفس الوقت ما فيش تهور. لا انت بتبقى عندك رؤيه. المدرب عباره عن ايه؟ عنده فكره ورؤيه ابتكار، بيحاول ينفذ، ولازم يكون عنده الجرأه والتوفيق ربنا، لان في ايد ربنا ثم اللاعبين. لكن انا ما مش قلقان وباي طريقه اثناء المباراه والتغييرات. الجزء الاولاني اللي حضرتك قلت على صلاح، بالنسبه لصلاح يعني عايزين نقول حاجه جميله جدا، ان يكون اي لعيب مواطن مصري يحقق نجاحات للي قبله ويكمل للي قبله واللي بعد، عشان نفضل ان احنا في الرياده. ف كلنا كده يعني، انت ما فيش يعني حتى على مستويات المجالات كلها، الفن، الابتكار، الناس الدكاتره، المهندسين، الناس العظام اللي كانوا عندنا في تاريخ مصر. مصر ولاده سواء بالانجازات ومحمد صلاح يستاهل كل خير يعني، هو وكل اللعيبه. رغم ان انا عمري ما اتكلمت على عدد الاهداف بتاعتي خالص، ولكن انا كنت في البدايه كانت حوالي 83 و82، وبعد كده هيتعمل عن طريق الفيفا. فطبعا انا اتمنى ان محمد صلاح لو هو على الرقم اللي انت حضرتك قلته يعدي المليون، ولكن انا عمري، لان انا هتكسف ان انا اتكلم ان في عندي رقمي كذا واقول لا ده في اهداف وفي بتاع، لاني نفس الشيء في الاهداف الدوري على مستوى الدوري. يعني لما جبنا مثلا 176، فكابتن شاذلي رحمه الله عليه، يعني كنت في اول ما انا طلعت كنت المذيعين والبرامج الرياضيه كانوا بيقولوا 124 ثم 134، فكل ما اعدي فوصلت 176 وبرضه طلعت مش انا الاول برضه. فهي مش مشكله يعني، لكن هي بالذات لو محمد صلاح او اي حد لعيب في الفرقه يا رب يجيب مليون جون، فانا اول واحد ان انا اهنيه. وبالعكس انا نفسي كان يشوط ضربه الجزاء الثانيه كمان، وعمر موجود وكل الناس موجوده يعني. طب ليه بقى وصلت؟ ها؟ ليه وصلت لما قرار صلاح ولا قرار؟
لا انا مدي ثلاثه، الثلاثه ترتيب 1 2 3 والاختيار طالما ما طلعش من الثلاثه يبقى الموضوع صحيح. اتفضل. 1 2 3 يعني. نعم. لا قبل في المحاضره 1 فلان 2 فلان 3، وبعدين القرار في الملعب لو انا مثلا انا نمره 1 مش عايز اشوط بديها ل 2 ل 3 معايا. ففي نظام والحمد لله لعيبه محترمه وفي التزام بيها يعني. اتفضل يا رامي. وحاجه كويسه من روح كويسه من صلاح ان سابها لعمر عشان يبقى برضه لعيب محترف وجاي يعني. اتفضل يا رامي. ثواني يا رامي. الله يبارك فيك. بالنسبه للقرار العربيه، هل ممكن هي الكابتن محمد حسن هو الراجل ده يبدا بالماتش الجاي؟ ثانيا موضوع امام عاشور، كان في كلام كتير في ماتش ان امام عاشور جاهز من الناحيه الطبيه. هل على الضم ده راجل كده صديق النادي الاهلي مع استشاره العاطفيه؟ مع الدكتور محمد ابو العلا قال ان لسه الاصابه ما اتلمتش بشكل جيد، و يعني انا استنيت ان لاخر لحظه 80% بالظبط 80% الاصابه ما التقمتش. فلو كنت مستني ان اداؤه لو لعب المباراه اي مباراه حتى المباراه الاخيره كنت منتظر كل اللعيبه مش هو بس، فلان هو لعيب كويس ووجوده مع المنتخب مهم ليه ومهم لينا، والمجال مفتوح للناس كلها. وامام لعيب من اللعيبه المهمه جدا، فان شاء الله ربنا يكمل شفاه ويرجع يشترك مع ناديه. وطريقه الاتصال بتاعتنا مع الكابتن ابراهيم مع الدكتور هو اللي بنعرف كل الاحداث وبلغنا ان هو مش قادر. مروان عطيه يشارك ولا لا؟ جاهز فنيا مروان عندي ثقه فيه كبيره يعني، لانه من الناس اللي عندها تقدر بترجع بسرعه، وزائد